حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكه طاقية السلطان، الكيكه الترند اللي كل الناس بتتكلم عنها وناس كتير عملتها. قلت اجربها واعملها معاكم واقول لكم رايي فيها ايه. بصراحه انا اتفاجئت ان ببضايه واحده قدرت اعمل كيكايه بالارتفاع والحجم ده. كمان التسوية بتاعتها كانت رائعة من بره ومن جوه. أنا شايلاها وكأني مش شايلة حاجة من كتر ما هي خفيفة وهشة. كمان لما جيت أقطعها كانت النتيجة بتاعتها رائعة. حاجة كده هشة جدا، قطنية، اسفنجية. الحشوة كمان اللي فيها زادتها جمال على جمالها. بصراحة يبان ان شكلها صعب، لكن لقيت ان عمايلها سهلة جدا. طب ما يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ ونشوف عملناها ازاي بسرعة على طول. وتعالوا نشوف مقادير الوصفة. محتاجين نص كوباية مية دافية ونص كوباية لبن دافي. ممكن تعمليها كلها بكوباية لبن دافي. نزلت على اللبن والمية ب5 معالق سكر، بس دي أول ملحوظة، يا ريت تزودي السكر شوية. 5 معالق كان طعمها محتاج سكر، يعني ممكن تخليهم 8 معالق سكر. هقلب السكر في اللبن والمية الدافيين وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة خميرة فورية. قلبي كده، وطبعا الخميرة لو كويسة هتلاقيها على طول كده بتعمل فقاعات، ده دليل ان الخميرة كويسة. بعد ما اتأكدت ان السكر والخميرة اختلطوا ببعض هنزل عليهم بربع كوباية زيت، حوالي 3 معالق. اخلطي الزيت مع كل المكونات بالشكل ده. كمان يعني اللي مش هتصدقي ان كل الكيكاية دي كانت محتاجة بيضة واحدة. البيضة دي هاخد البياض بتاعها بس، والصفار هستخدمه بعدين. يبقى انا خدت بيضة واحدة واستخدمت البياض بتاعه. اي بياض في المعجنات بيدي هشاشة للعجينة. هقلب بسرعة البياض كده في اللبن والزيت والمية الدافية بالشكل ده، وهنزل عليها طبعا عشان بياض البيضة هنزل عليها كده بشوية فانيليا، وكمان هنزل بمعلقة خل. كده ضمنت يعني هشاشة زيادة للخليط بتاعي، وطبعا ما يبقاش فيه اي زفارة. قلبت كل كده المكونات السايلة مع بعض، وكده فاضل لي بقى دقيق. معايا نص كيلو دقيق، هحط عليه رشة ملح. هنزل بالدقيق شوية شوية وأقلب كده لحد ما يختفي شوية الدقيق اللي نزلت بيهم. النص كيلو دول لو هتستخدمي الكوباية المعيارية حوالي 3 كوبايات وربع. قلبي الدقيق شوية شوية لحد ما تخلصي كل الكمية. كل التقليب كده بالمعلقة لحد ما خلصنا كل الدقيق. شيلي بقى المعلقة واستخدمي ايدك. اخلطي لحد ما تتكون عجينة متماسكة. المطلوب في العجينة دي انها تكون طرية، بس ما تلزقش. وانا كده بقلب حسيت ان العجينة ناشفة. يبقى انا نزلت قلنا بنص كوباية مية ونص كوباية لبن او كوباية لبن على بعض، فابتديت ازود شوية لبن شوية شوية لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. قلنا عايزين عجينة طرية بس ما تكونش بتلزق. خدت بقى العجينة كده على الرخامة بعد ما ظبطت كمية اللبن بتاعتها. يعني أنا حوالي تقريبا استخدمت السوائل كوباية وربع، مش كوباية بس. بعد ما قعدت أعجن في العجينة لحد ما خليتها ناعمة بالشكل ده هقسمها إلى نصين. النص الأولاني هحط كده عليه معلقة زبدة تكون طرية، وهخلط العجينة بالزبدة لحد ما الزبدة تختفي بالشكل ده. هاخد بقى العجينة دي واحطها في طبق واغطيها واسيبها لحد ما تخمر. كده انا خلصت النص الاولاني. غطيها باي كيس عندك، وناخد النص التاني من العجينة وبرده هنزل عليه بمعلقة زبدة طرية، وهنزل عليه بحوالي بمعلقتين كاكاو خام. انا هنا استخدمت كاكاو اسباني. برضو الكاكاو هينشف العجينة، فابتديت ازود شوية شوية لبن لحد ما احصل على القوام المطلوب. ما تنزليش بلبن كتير مرة واحدة، المطلوب ان العجينة تبقى طرية زي ما قلنا بالشكل ده وناعمة وما بتلزقش. حطي بقى العجينة برضو في الطبق وهغطيها بالبلاستيك الغذائي واسيبهم لحد ما يخمروا بالشكل ده. كده انا معايا العجينة البيضة والكاكاو هسيبهم يخمروا. في الوقت ده على ما يخمروا هحضر الصينية بتاعتي. أنا هنا استخدمت صينية مقاس 24. حطيت فيها ورقة زبدة ودهنتها بالزبدة كويس ورشة دقيق. كمان قلت أحضر بقى الحشوة اللي هي معايا مكعب كده شوكولاتة، كسرته حتت صغيرة عشان استخدمه في الحشوة.
كسريه كده على قد ما تقدري. وعلشان الجو كان برد شوية طولت معايا على ما خمرت. خدي بقى النص الأبيض اللي خمر وعلى الرخامة بتاعتك افرديه على شكل مستطيل. العجينة بتتفرد بكل سهولة لأنها مخدومة كويس ومعجونة كويس. اديني كده مستطيل أطرافه متساوية على قد ما تقدري. وخدي كمان النص الكاكاو وافرديه مستطيل مساوي للمستطيل الأبيض. لاحظي كده ان انا بفرد على الرخامة من غير ما احط اي دقيق. العجينة مظبوطة جدا ومخدومة كويس وبتتفرد بكل سهولة. حاولي تخلي المستطيل الكاكاو على قد المستطيل الابيض. وقبل ما انقل الكاكاو على الابيض بمسح كده بمسحة زبدة عشان اتأكد ان هما هيلزقوا ببعض كويس بالشكل ده، مسحة خفيفة. انقلي بكل ثقة بقى النص الكاكاو على النص الابيض، ما تخافيش، وحتى لو اتقطع مش هيجرى حاجة. ظبطي كده الاتنين على بعض، خليهم كده متطابقين على بعض تماما. ظبطي كده مستطيلك، ظبطي حروفك. وبعد ما ظبطناه بالشكل البسيط ده هجيب بقى الحشوة بتاعتي. هنا 3-4 يعني معلقتين 3 شوكولاتة سايحة. انا استخدمت شوكولاتة سما. حطي معلقتين 3 ما تبخليش، شوية الشوكولاتة المكسرين وشوية سوداني. ولفي بقى العجينة على المستطيل ده. هتسيبيلي تلت العجينة ما توصليش لللفة بالشكل ده. معلش التليفون وقف وانا بصور. هلف الاسطوانة لحد ما اعدي كمان دول الشرايط اللي انا لفتها دي، وهوريكم عملتها ازاي. لفي علشان تحصلي على الاسطوانة بالجمال ده. هجيب الصينية بقى اللي انا مجهزاها وبنقل فيها العجينة بكل بساطة. ظبطي كده الاسطوانة بتاعتك في الصينية ولزقي الحروف مع بعض بالشكل الجميل ده. الله الله. وهنا بوريكم انا عملت ايه. في تلت العجينة اللي ما فيهوش حشوة بقطعه كده بالسكينة شرايط، وبلف الشرايط حوالين بعضها كده. معلش التليفون واقف وانا بصور، فاهو يبقى انت بتسيبي تلت العجينة بتقطعيه كده شرايط بالسكينة بتاعتك وتلفيها. هنا بقى الاسطوانة هلفها في الصينية بكيس غذائي واسيبها لما تخمر. وما شاء الله ما شاء الله العجينة ملت الصينية بالشكل الجميل ده. معاكي بقى نص صفار البيضة اللي احنا سبناه مع شوية لبن وشوية خل وشوية فانيليا. امسحي وش العجينة بالخليط ده. الفرن مولع، هدخلها فرن 180 من 30 ل 35 دقيقة لحد ما احصل على اللون المطلوب. وما شاء الله ما شاء الله مفيش اقل من نص ساعة كانت الصينية طلعت لي باللون الجميل ده من غير ما اولع الشواية، وملت الصينية وارتفعت بالشكل الرائع ده. على طول وهي سخنة مسحة زبدة على الوش عشان يديك اللمعة اللي انت شايفاها دي. وهي لسه سخنة كده، وبعد ما دهنت الوش بالزبدة السايحة غطيها بالبلاستيك وسيبيها بقى لما تبرد عشان تفضل طرية. والمفروض ما نجيش جنبها غير لما تبرد تماما. لكن نجيب الصبر منين؟ بسكينة كده اتأكدت كده انها سايبة من الصينية، وبسهولة جدا ما شاء الله نزلت من الصينية. وقدام الجمال ده كله بقى لازم نقول الله 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 يا سلام. شايفين الجمال؟ مين يصدق ان كل الكيكاية دي والارتفاع ده ببيضة واحدة؟ شايفين جمال التسوية من فوق ومن تحت؟ وصلت للون ده لوحدها من غير شواية في أقل من نص ساعة. فعلا فعلا تستاهل اسمها طاقية السلطان. فعلا شكلها طاقية السلطان. المفروض بقى ما نجيش جنبها ولا نقطعها غير لما تبرد تماما. لكن زي ما قلت لكم اجيب الصبر منين قدام الجمال ده كله؟ بسكينتك المشرشرة بقى قطعي وشوفي الجمال من جوه شكلها عامل ازاي. اكيد انتوا حاسين قد ايه هي طرية مش مستحملة حتى اضغط عليها عشان اقطعها، لكن لما تبرد هتتقطع معاكي بسهولة. طبعا انا مستعجلة عايزة اشوف شكلها من جوه عامل ازاي. يلا ونقول قدام الجمال ده الله 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 يا سلام. شايفين الجمال؟ شايفين كده اختلاط الألوان قد ايه هي طرية والحشوة سايحة، الحشوة المدارية. ايه الجمال ده بصراحة. يعني وصفة فعلا تستاهل ان احنا كلنا نجربها. وديكوا شفتم شكلها يبان ان هو صعب لكنها سهلة جدا. وتعالوا كمان نقطعها. هنا بقى هنتأكد انها قد ايه وصفة غنية وقطنية وفيها حشوة جميلة مدارية. ودي كانت وصفتنا النهاردة. اتمنى ان انتوا تجربوها.
سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم.